هنبدأ زي ما قلنا مع بعض، وهنبدأ بأسئلة الباب الأول 2022 الدور الأول. يلا بينا يا صديقي. بيقول لك ايه بقى هنا؟ يا رب تكون الكلام واضح. بيقول لك ايه؟ السؤال بدأ من رقم 31. ماشي. بيقول لك A و B و C أمثلة لسبائك موضحة كما في الجدول. ماشي يا عم. بيقول لك إن هي دي أكثر صلابة من عناصرها، على طول كده يبقى إيه دي؟ بينية. بينية، سبيكة بينية، خليك عارفها بقى. إن عناصر السبيكة البينية، السبيكة نفسها بتكون أكثر صلابة من العنصر نفسه. ماشي. بي قال لك عناصر لها نفس الشكل البلوري. طب ما احنا عارفين اللي لها نفس الشكل البلوري ونصف القطر والكلام ده، دي استبدالية. آخر حاجة سي بيقول لك عناصرها متحدة كيميائيا. خلي بالك، متحدة يبقى حصل تفاعل، يعني ما اقدرش افصلهم، يبقى بين فلزية. طيب لو قال لي غير متحدة كنت هقول لك بينية برضه. ماشي. يبقى انا عايز ايه؟ بينية، بي استبدالية، سي بين فلزية. يبقى الإجابة بتاعتك ألف. ماشي. رقم 32 بيقول لك أي مما يلي ينتج عند تفاعل حمض الكبريتيك المركز مع الحديد، ولا ينتج عند تفاعل نفس الحمض مع أكسيد الحديد المختلط. حلو السؤال ده، حلو. يعني أنت لما هتفعل الحديد مع حمض الكبريتيك المركز هيطلع لك نواتج، ولما تفعل نفس الحمض اللي هو حمض الكبريتيك المركز مع أكسيد حديد مختلط اللي هو أكسيد حديد ثلاثي، لا، أكسيد حديد ثلاثي وأكسيد حديد ثنائي مع بعض بيديني أكسيد حديد مختلط اللي هو المجناطيت، برضو بيديك نواتج. قال لك في حاجة موجودة في التفاعل الأول ومش موجودة في التفاعل الثاني. تعال نعرف إيه هي. طب أنا علشان أعرف لازم أكتب المعادلة. طيب مع بعض بقى ونكتب المعادلة، نعمل تركيز هنا. بيقول لك ادي الحديد، واضح؟ واضح. لما كنت بتفعل الحديد مع حمض الكبريتيك المركز كنت بتاخد من ده 3 وده 8، كان بيطلع معاك FeSO4 كبريت حديد ثنائي، وكمان Fe2SO4 الكل 3 كبريتات حديد ثلاثية، بلس 8 مية زائد 4 SO2. ماشي. ده ناتج أول معادلة. طب المعادلة التانية تفاعل Fe3O4 مع حمض الكبريتيك المركز برضو. في التفاعل ده كان بيطلع معاك ايه؟ FeSO4 زائد Fe2 افتح قوس SO4 كل 3، يعني بيطلع كبريت حديد 2 وكبريت حديد 3 علشان الأكسيد ده مختلط زائد المية. يبقى الحاجة اللي موجودة في المعادلة الأولى ومش موجودة في المعادلة التانية هو مين؟ غساني أكسيد الكبريت. غساني أكسيد الكبريت. يبقى الإجابة بتاعتي هنا غساني أكسيد الكبريت، يعني الإجابة ج. مظبوط. رقم 33 بيقول لك أي مما يلي يقوم بنفس الدور في كل من الفرن العالي وفرن مادريكس. في الفرن العالي وفرن مادريكس، والله العظيم أنا عندي الحاجة المشتركة بينهم هو غاز أول أكسيد الكربون. ماشي، سهل السؤال ده. أي من هذه المركبات ينجذب للمجال المغناطيسي الخارجي؟ يعني ايه ينجذب؟ يعني عنده مفرد. طب انت لو ركزت هنا في الإجابة ألف هتلاقي السكنديوم موجب 3، يعني هيفقد ال3 فهيبقى ضايع، مش هينفع. التيتانيوم هنا موجب 4، ليه؟ لأن انت عندك الاتنين دي تضربها في السالب 2 بتاعة الأكسجين وتطلعها بره تبقى سالب 4، تطلع بره بموجب 4، يعني هيبقى تيتانيوم ناقص، ولا خلينا زائد على طول، سالب 2 في 2، الكلام ده كله بيساوي 0. يبقى 2 في سالب 2 بسالب 4،
-4 هتروح بره بموجب 4، يعني هيفقد التيتانيوم 4، هيبقى ضايع، مش هختار لأنه ما عندوش مفرد فمش هينجذب زيه زي السكندري. رقم ب بيديك النيكل موجب 3. طب والله النيكل انت عارف ان اي 28، لما بيفقد 3 يبقى هيفقد الاثنين اللي في الفور اس، وال3 دي فيها 8 يفقد منها 1، هيتبقى 7. فهتوزع ال7 يا سيدي الناس 1 2 3 4 5 6 7، فانت معاك 3 مفرد، يبقى الإجابة رقم ب. إنما د خرصين، والخرصين مالوش غير حاجة تقصد واحدة موجب 2 وضايع ومش بينجذب، يبقى د الإجابة غلط. رقم 35 بيقول لك كل مما يلي يمكن إجراؤه لخام الحديد قبل مرحلة الأفران ما عدا. يعني كل اللي جاي في الاختيارات بيحصل قبل ما احط الخام في الفرن، ما عدا حاجه واحده بس هي اللي بتحصل في الفرن او بعد الفرن، فانا هختارها. ماشي يا سيدي الناس، اقرا الاجابات معايا. بيقول لك عمليه تحويل الخام ذو اللون الرمادي الى اخر لونه احمر. طب ما دي عمليه الاختزال يا قلبي، دي عمليه الاختزال. ماشي، ما ده بيحصل. ماشي يا سيدي الناس، يبقى مش هتنفع، هي صح فمش هختارها لان انا عايز ما عدا. رفع نسبة الحديد، رفع نسبة الحديد. طب رفع نسبة الحديد ده بيتم فين؟ في عملية ايه مثلا؟ التركيز، والتركيز قبل الفرن، يبقى الإجابة دي صح فمش هختارها. رقم ج، التفاعل مع خليط من غازي CO زائد H2 اللي هو الغاز المائي. طب ما ده يا حبيب قلبي بيحصل في الفرن، يبقى هي دي الإجابة اللي غلط اللي أنا هختارها، يبقى الإجابة ج. 36 بيقول لك عنصران إكس وواي من عناصر السلسلة الانتقالية الأولى، لكل منهما مركب يستخدم كمبيد للفطريات، فإن العنصرين يقعان في المجموعتين. حلو. طب ما أنا عارف يا سيدي الناس إن العنصرين اللي بستخدمهم كمبيد للفطريات هما المنجنيز والنحاس، فالمنجنيز بيقع في ال7 بي والنحاس في ال1 بي، يبقى الإجابة بتاعتي 1 بي و7 بي. ماشي، يبقى الإجابة ألف. حلو الكلام ده. ماشي يا سيدي الناس، خش على السؤال 37. 37 بيقول لك يا سيدي الناس من المخطط التفاعلات التالية: الإكس مادة صلبة، سخنت راح مدياني الأكسيد الأحمر. حلو. ماشي يا سيدي الناس، الأكسيد الأحمر حطيته على حمض مركز راح مديك الواي ده حطيت له محلول نشادر راح مديك زد اللي هو صلب. يا سيدي الناس. طب صل على النبي عليه الصلاة والسلام. انت بيقول لك اللي طالع معاك هنا اكسيد احمر، يعني اكيد 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 الاكسيد الاحمر ده اللي هو مين؟ الهيماتايت F2 و3. المادة اكس ممكن تبقى FeCO3 اللي هو كربونات الحديد الثنائي اللي هو السيدرايت، وممكن تبقى كبريتات الحديد. ماشي، ده ينفع وده ينفع. حلو الكلام، بس لو انت ركزت احنا هنستبعد الإجابة جي. ليه يا مستر هستبعد الإجابة جيم؟ صلى على النبي. الإجابة جيم مش هتنفع معايا نهائي. ليه؟ لأن أنت الأكسيد الحديد الثلاثي بيتفاعل مع حمض مركز، بس حديد إيه؟ ثلاثي. إنما أنت عندك حديد ثنائي، الحديد الثنائي ده لا مش بيتفاعل يا قلبي مع الحمض المركز، فأنت هتستبعد جي. حلو، وكمان هتستبعد ألف.
اه والله. ليه؟ لان انت برضه عندك في الواي كلوريد حديد 2 هتستبعدها. طب نبص على جيم واي فيها كلوريد حديد 2 برضه هستبعدها، مش هتنفع نهائي. طب تعال نجرب ده. الاكس ينفع كبريت حديد ثنائي؟ صح، ده ينفع اف اي اس او 4. طب ده لما بفعله او عفوا لما بسخنه بيديني الهيماتايت. الهيماتايت لما بفعله مع عنده مركز والله هيديني يا كبريتات حديد ثلاثي يا اما كلوريد حديد ثلاثي، لان انا بفعل الهيماتايت اللي هو الحديد في ثلاثي. فيبقى الحمض المركز اللي هنا اكيد هو اتش سي ال بس مركز. ماشي، فهيطلع معايا اف اي سي ال 3. حلو لحد كده مظبوطه الاجابه. قال لك فعل الكلام ده اللي هو الواي اللي هو اف اي سي ال 3 فعله مع محلول النشادر اللي هو مين؟ محلول النشادر اللي هو ان اتش 4 او اتش. هتفعل انت الكلام ده مع الاف اي سي ال 3. طب ما حلو الكلام ده. الاف اي هياخدوا الاو اتش بس الاف اي ثلاثي يبقى يطلع اف اي او اتش الكل 3 وده راسب زي ما حطيت لك اس. مظبوط. طب هل زد اف اي او 3 او اتش كل 3؟ مظبوط. يبقى الاجابه بتاعتك رقم د. حلل السؤال يا صاحبي عشان تفهمه. ماشي. سؤال 38 بيقول لك اعتمادا على الاعداد الذريه وحالات التاكسد المحتمل للعناصر التاليه. مديك المنجنيز 25 والكلور يا سيدي الناس 17 والتيتانيوم 22 والنيكل 28. اي من الاختيارات التاليه صحيحه في 38؟ مين صح؟ بص بيقول لك يصعب الحصول على حديد 3 من حديد 2. لا غلط. انا عارف لما بروح من حديد 2 لحديد 3 من اقل استقرار لاكثر استقرار بيكون يسهل. هو بيقول لك يصعب يبقى الاجابه دي غلط. رقم باء بيقول لك يسهل الحصول على ام ان سي ال 2 اللي هو المنجنيز هيكون فاقد 2 من ام ان سي ال 3 يعني المنجنيز موجب 3. لا يسهل فعلا دي. ليه؟ لان المنجنيز موجب 3 هيخلي معايا 4 مفرد، لكن المنجنيز موجب 2 هيخلي معايا 5 مفرد، يعني هبقى نصف ممتلئ، يعني حالة من حالات الاستقرار. يبقى دي صح. ماشي. رقم 39 الرسم الذي أمامك يا سيد الناس يوضح التدرج في نصف القطر في الدورة الرابعة للعناصر الانتقالية. طبعا هنا نصف القطر وهنا العدد الذري. بيقول لك فإن العنصر الذي يستخدم أحد أكاسيده في صناعة الأصباغ. والله صناعة الأصباغ يبقى بيتكلم عن الكروم. ماشي. أو ينفع ممكن يكون مثلا الفاناديوم أي حاجة. ماشي. طب يلا نشوف. أنت عندك من أول إيه لحد الدي ده سكند تيتانيوم فاناديوم. طب عرفت ازاي ان الدي كروم هو بداية الثبات؟ بداية الثبات الدي يبقى بداية الثبات عند الكروم، يعني الدي ده هو الكروم كروميوم. ماشي يا سيدي الناس. مظبوط. يبقى الإجابة بتاعتك هو الدي. يبقى الإجابة جي. حلو السؤال حلو السؤال والله دي أسئلة الامتحانات يا شباب، أسئلة سهلة. طب يلا نقلب. ماشي. بيقول لك ايه بقى؟ اللي احنا علناهم دول يا شباب كانوا اسئله الدور الاول اللي جم على الباب الاول بس في 2022. اللي هنحله دلوقتي الدور الثاني 2022. بيقول لك عنصر اكس من عناصر السلسله الانتقاليه الاولى. حلو الكلام. ويلي العنصر زد، يعني هو بعد زد في السلسله، والذي يسهل تأكسده من موجب 2 يروح لموجب 3. طب ما اللي بيسهل من موجب 2 لموجب 3 هو الحديد، هو بعديه. طب بعد الحديد والله يا مستر الكوبالت.
يبقى كده انا عرفت ان الزد هو الحديد، انما العنصر اكس هو المين؟ الكوبالت. يبقى الاجابه جي. ماشي. معلش عشان عندي برد والله. الرسم الذي امامك يوضح التدرج في نصف القطر. ماشي. بالنسبه للعصاصات الدقيقه الاولى، حلو الكلام. ماشي يا سيدي الناس. هنا نصف القطر، هنا العدد الذري، بدايه الثبات الدي، يعني الدي ده كروم. بيقول لك فإن العنصر الذي يشذ في الكتلة، والله العنصر اللي بيشذ في الكتلة هو عنصر النيكل. طب أنا كروم، بعد الكروم منجنيز، بعد المنجنيز حديد، بعد الحديد كوبالت، بعد الكوبالت نيكل. يبقى النيكل اتش. يبقى الإجابة رقم باء. حلو الكلام، حلو الكلام. رقم 42. رقم 42 بيديك بقى مخطط يا سيدي الناس، وعايزك تركز معايا قوي 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 في المخطط ده. ماشي، يلا بينا. بيقول لك الحديد الصلب لما سخنته عند اعلى من 500 راح مديني مجناطيت، بس خلي بالك هو سخنه اعلى من 500 لما ضاف عليه الماده ايه؟ ماشي، راح مديك مجناطيت وناتج تاني. طب ما انا عارف اللي بيديني مجناطيت الحديد لما بحط له اكسجين، يعني بيحصل له اكسده في الهواء بيديني مجناطيت، او لما بفعله مع الميه. بس لما بفعل الحديد مع الاكسجين يعني باكسده بيديني مجناطيت بس، مفيش بي بقى. يبقى اكيد الايه دي ميه اكيد، والغاز اللي طالع اللي هو البي اكيد الهيدروجين. يبقى انا عرفت قبل ما اكمل السؤال ان الايه ميه والبي هيدروجين. الايه ميه تنفع الف وتنفع جي، هستبعد د وهستبعد باء. قبل ما اكمل السؤال انا استبعدت اجابتين. حلو. رقم باء او رقم بي او الرمز بي بيقول لك ان البي هيدروجين. طب انت عندك البي هنا في رقم الف ثاني اكسيد كربون، مش هتنفع اوتوماتيك. يبقى على طول الاجابه بتاعتك مين كده وانت مغمي؟ الاجابه بتاعتك جيم. طب يلا نتاكد. قال لك لما فعل المجناطيت عند اعلى من 500 كان ضايف على الماده سي، راح مديك مين؟ اف اي او، يعني عمل عمليه اختزال. والله لان المجناطيت اعلى من اكسيد الحديد الثنائي، فانا عشان انزل من على السلم بعمل عمليه اختزال. فلما بختزل يبقى بقى اكسيد الكربون يبقى بقى الهيدروجين. يبقى السي تنفع اول اكسيد الكربون تنفع، ودي قلنا تنفع، يبقى اوتوماتيك على طول الاجابه معايا مين؟ جي. يبقى الاجابه معايا على طول جي. وضحت يا سيدي الناس؟ وضحت. سؤال كويس، في فكره. ماشي. شوف السؤال اللي بعد. ما تنساش بقى تدعمنا بقى كده بلايك وكومنت كويس. 43 بيقول لك قطعة من خام الحديد كتلتها 2 كيلو جرام، دي الكتلة بتاعتها، مرت بعملية فيزيائية فأصبحت كتلتها 1.8 كيلو جرام، في أي من هذه العمليات أجريت عليها؟ حلو. لو انت ملاحظ من 2 كيلو جرام ل 1.8 كيلو جرام يعني الكتلة قلت، وهو قال عملية فيزيائية يبقى تستبعد د، لأن د تحميص ودي عملية كيميائية. بس الكتلة بتقل فين بقى؟ الكتلة بتقل في عملية التكسير ولا عملية التركيز ولا عملية التلبيت؟ التلبيت مش بتقل خالص، ده أنا بلبت الحاجة يبقى دي غلط. طب في التكسير، والله العظيم في التكسير يا صاحبي أنا كتلة الخام عندي
مش بتتغير. لكن في التركيز الكتلة هي اللي بتقل. ليه بقى؟ لأن أنا لما بركز الحاجة يعني بشيل منها المية، فلما بشيل من الخام المية يبقى أنا كده قللت الكتلة بتاعته، يبقى على طول الإجابة دي التركيز. خليك فاهم الحتة دي كويس. ماشي. 44 بيقول لك التركيب الإلكتروني للأيون إكس موجب 3، يعني لما إكس ده فقد 3، لما الإكس فقد 3 إيه اللي حصل؟ استنى بس نظبط الكاميرا عشان الكلام يبقى باين. لما الإكس فقد 3 كانت ال 3 دي فيها 6، رجع يا عم التلاتة، يبقى ترجع للفور اس 2، والثري دي بدل ما هي 6 تبقى 7. 2 و18 20 و7 27. 27 يعني كوبالت. كوبالت بيستخدم في زنبركيات السيارات غلط، بطاريات جافة مظبوط. يبقى الإجابة رقم باء. 44 إجابة رقم باء. 45 كل مما يلي يعبر عن السبيكة المستخدمة في السخانات الكهربائية ونوعها. حلو. السخانات الكهربائية، ركز وحياة أبوك في السؤال ده مهم. السخانات الكهربائية بتكون بين النيكل والكروم. النيكل والكروم، ودول عناصر انتقالية يبقى استبدالية. يبقى نيكل وكروم استبدالية. هنا قال لك نيكل وكروم بينية غلط، نحاس غلط، دايرة اليمين غلط، نيكل وكروم استبدالية يبقى الإجابة ألف. أحبك وأنت فاهم. بيقول لك المركب إيه؟ لما أكسده اداني بي، يعني هو أكيد إيه ده حاجة ثنائية. البي لما اختزله ورجع اداني إيه يبقى أكيد البي حاجة ثلاثية، وأنت مغمى عينيك يا قلبي. يعني البي ده مادة ما تقبلش الأكسدة. ماشي. حلو. يبقى ركز بقى. قال لك إذا علمت أن كل من A و B مركبات الحديد، فإن الاختيارات التي تعبر أو الاختيار الذي يعبر عن كل من A و B. حلو السؤال ده على فكرة، حلو جدا. طب يلا، احنا قلنا ان ايه متى تقبل الاكسده، يبقى غلط الف. طب رقم ب حديد ثنائي يقبل. طب رقم ب تقبل الاختزال اللي هو بي، ده حديد الثلاثي يقبل الاختزال يبقى تنفع. يبقى الاجابه باء. مظبوط مظبوط مظبوط. خلي بالك سؤال مهم. السؤال 47 بيقول لك العنصر الانتقالي الذي يستخدم في عمليه هدرجه الزيوت، وانا اقف على طول، هو النيكل. قال لك يكون التركيب الالكتروني لايونه موجب 3، يعني لما النيكل يا قلبي هيفقد 3. طب ماشي، يفقد 3 يبقى كده مفيش عندي 4 اس 2، وبدل الدي 8 هتبقى 3 دي 7. حلو حلو. يبقى ارجون و3 دي 7 يبقى الاجابه الف. حلو السؤال برضه. اسئله مش صعبه يا صاحبي، واتمنى تكون الدنيا واضحه معاك. خش على 48 و48 هنبدأ في أسئلة التجريبي بتاع سنة 2023، فعايزك تفتح دماغك يا قلبي، فتح دماغك. بيقول لك ايه بقى؟ يا رب الإضاءة تكون نورت أكتر كده. بيقول لك ايه؟ عنصران اكس وواي التركيب الإلكتروني لكاتيوناتهما. ماشي، يعني فقط الاكس موجب 4 طلعت دي فيها 1، يبقى لما فقد 4 دي فيها 1. طب تعالى نرجع الالكترونات، مش نرجع في الفيديو. ماشي. يبقى ارجع للفور اس 2 وال3 دي كان 1، لا انا رجعت من الاربعه 2 يتبقى لي 2، يبقى الواحد ده يبقى 3. طب 3 وادي 5 وادي 2 يبقى 5. 5 هتضيفها على ال 18 هيديك 23، يبقى اوتوماتيك الاكس ده فاناديوم او فانديوم. ماشي. الواي فقط 6 فدي بقى فيها 2، يبقى رجع معايا الالكترونات. الفور اس هتاخد 2، وال3 دي بدل ما هي 2 هيروح لها 4. 4 و2 6، يبقى 2 و6 8.
8 و18 يبقى 26. يبقى الواي ده اوتوماتيك حديد. بيقول لك من مميزات السبيكة المتكونة من العنصر اكس اللي هو الفاناديوم مع احد سبائك العنصر واي مع الكربون. يعني الحديد مع الكربون ده اللي هو الصلب. يبقى فاناديوم مع الصلب هي ايه؟ خفيفة الوزن وشديدة الصلابة؟ لا. تقاوم التآكل ولها قساوة؟ مظبوط، هي بتقاوم التآكل فعلا وليها قساوة. حتى لو انت فاكر، لو انت كنت معايا كنت بقول لك في فرق بين القساوة والصلابة. الحاجة الصلبة بتتكسر، انما الحاجة اللي هي عندها قساوة بتروح وتيجي معاك، عامل زي السوست، بتتمط تتني يعني ما تتكسرش. ده الفرق بين القساوة وبين الصلابة يا سيدي الناس. يبقى الإجابة ب 49. العبارات التالية تعبر عن خواص بعض العناصر السلسلة الانتقالية الأولى. ماشي. أي منهما يمثل العنصر الأعلى كثافة؟ حلو. 49 بيقول لك عايز الأعلى كثافة. ماشي يا سيدي الناس، الأعلى كثافة. طب يلا نركز. كتلة الذرية أقل من الكتلة الذرية للعنصر الذي يسبقه. يبقى هو كده بيتكلم عن النيكل والكوبالت. النيكل ده كتلته أقل من الكوبالت فعلا، لكن كثافته أكبر منه، يبقى دي غلط. لو أكبر عزم مغناطيسي في الحالة الذرية. طب ما أكبر عزم مغناطيسي في الحالة الذرية، يعني من غير ما أفقد، أنا هو عندي مين؟ الكروم. والكروم ده مش أعلى كثافة، في أكبر منه، يبقى دي غلط. جيم بيقول لك إيه بقى في جيم؟ ركز بالله عليك عشان مهم السؤال ده. يصعب اختزال أيونه الثلاثي إلى أيونه الثنائي. يصعب اختزال أيونه الثلاثي إلى أيونه الثنائي. طيب أنا اللي كان عندي بيسهل أكسدته هو الحديد من 2 ل 3. يبقى الاختزال من 3 ل 2، من 3 ل 2 يصعب اختزاله. ازاي بقى؟ ازاي؟ يعني الإجابة مش منطقية خالص. طب هنشوف، هنتأكد. قال لك هو الأكبر حجم ذري من عناصر السلسلة الانتقالية الأولى. يعني الأكبر حجم ذري هو الأعلى كثافة. ازاي بقى؟ ده أنا لما بمشي من اليسار لليمين نصف القطر بيقل، يبقى دي غلط. كده نصف القطر، بص هنمشي من هنا هروح هنا كده، نصف القطر بيقل، نصف القطر بيقل. طب لما نصف القطر كده بيقل الكثافة بتزيد. يعني كان المفروض يقول لك الأقل حجم ذري هو الأكبر، لكن هنا قال الأكبر، يعني بيتكلم عن عنصر من السكنديوم. طب السكنديوم ده أكبر كثافة؟ لا طبعا، دي غلط. جيم بيقول لك يصعب اختزال أيونه من موجب 3 إلى موجب 2. ماشي. يصعب اختزاله أيوناته موجب 3 إلى موجب 2. يعني موجب 3 ده أنا ما أقدرش أختزله، أرجعه لموجب 2. طب هو مين اللي كان يصعب اختزاله؟ والله تقول لي يا أستاذ اللي كان بيسهل أكسدته هو الحديد من موجب 2 ل 3. يبقى الاختزال بتاعه من موجب 3 لموجب 2 يصعب. ازاي بقى يصعب الاختزال؟ طبعا دي غلط. يبقى كده الإجابة بتاعتي اوتوماتيك هي ألف. ليه بقى؟ لأن هي الأصح فيهم كلهم، هي الصح فيهم كلهم. بيقول لك كتلة الذرية أقل من الكتلة الذرية للعنصر الذي يسبقه اللي هو النيكل. فالنيكل ده
بالنسبة للإجابات دي هو الأعلى كثافة. أنا ربطت السؤال على إنه ليه علاقة بالكوبالت. هو ليه علاقة بالكوبالت، هو عايز يعرفك إن هو النيكل بس، لكن الإجابة صح. الإجابة ألف هي اللي صح. 50. العملية التي تؤدي إلى رفع نسبة الحديد في الخام. أنا عايز أرفع نسبة الحديد في الخام. ماشي، يلا يا سيدي الناس. بتحويل بعض الشوائب إلى غازات. خلصت، يبقى تحميص. دي ما فيهاش أي فكر، وأقسم بالله أنا كاتبها في الورق بتاعي في الملخص. 51. سبيكة تتكون من عنصرين إكس وواي يقعان في نفس الدورة. حلو الكلام ده. الفلز إكس من فلزات العملة، يعني إكس أكيد نحاس ذهب فضة. والفلز واي عنصر ممثل يقع في المجموعة 4A. خلي بالك ما قالش ال3A، يعني ما تقوليش ألمونيوم. 4A يبقى ده عنصر الرصاص اللي هو بي. طب الرصاص كان بيعمل سبيكة مع مين؟ ومين معاه في نفس الدورة؟ تقول لي استنى، ده النحاس هو اللي كان في 3D، والفضة كان في اللي بعديها 4D. والله الرصاص كان بيعمل سبيكة مع الذهب، وكانت سبيكة بين فلزية، سبيكة بين فلزية. مظبوط؟ مظبوط. يبقى الإجابة ج. حلل السؤال. ماشي. سؤال رقم 52 بقى بيقول لك ايه؟ إذا كان التوزيع الإلكتروني لبعض كاتيونات العناصر الآتية، البي موجب 2 بقى في الدي 5، يعني بعد ما فقد 2 الدي بقى فيها 5. ماشي. طب رجع الاتنين عشان نعرف العنصر. هرجعه. البي ده لو رجعت له الاتنين يبقى 4s2 ال3 دي 5 برضه، يبقى ده المنجنيز. هنا لما الايه فقد 2 بقى ال3 دي فيها 2 فيها 3 يا راجل. يعني هو كده عايز يقول لك ان الايه ده كان اصله 2 ودي 3 5 18، يبقى ده كان اصله فاناديوم 23. يلا بيقول لك اي العمليات التاليه يسهل حدوثها؟ اختزال موجب 7 الى موجب 3 يسهل. هو بيقول لك يسهل، تقول لي اختزال موجب 7 موجب 3 ومع البي كمان، البي اللي هو المنجنيز؟ لا طبعا، غلط. اختزال موجب 5 الى موجب 3 مع الايه؟ والله يا صاحبي غلط، غلط جدا كمان. ده المفروض اختزال ايه موجب 5 الى موجب 3. ازاي ده؟ غلط. جيم بيقول لك اكسدت البي من موجب 2 الى موجب 3، يعني انت بدل ما تفقد 2 افقد 3 مع المنجنيز. لا طبعا، هيخلينا حاجه غير استقرار. غلط. يبقى الاجابه ده. طب تعالى نتاكد. اكسدت الموجب 3 الى موجب 5، صح كده؟ يعني بدل ما تفقد من الفاناديوم موجب 3 افقد منه موجب 5، فانت كده هتتحول، لان انت ما عندكش مفرد خالص، والمفرد خالص مفيش مفرد خالص، دي حالة استقرار. ماشي، يبقى ده هي الإجابة. افهم يا صاحب السؤال. 53 بيقول لك العمليات الآتية تحدث لأجزالات الحديد 2 لإنتاج الحديد على الترتيب. ادي أجزالات الحديد COO ماسك في الحديد. كنت بسخن بمعزل عن الهواء
عشان يطلع معايا FeO زائد CO زائد CO2، يبقى انحلال حراري. يبقى دي ب تنفع وده تنفع، استبعد ج واستبعد أ. ماشي يا مستر. الباشا ده كنت باخده أكسده، يعني أحط له أكسجين، كان بيديني Fe2O3. يبقى عايز أكسده بعد كده، حال حالة أكسده حالة اختزال، يبقى ده الغلط. يبقى الإجابة رقم ب. وفعلا كنت بمسك الهيماتايت ده أعمل له عملية اختزال عند أوفر 700، كان بيديني الحديد، والإجابة وضحت. يبقى الإجابة رقم ب. ماشي. 54 بيقول لك العمليات التي تتم على نواتج تنظيف الأفران العالية للحصول على سبيكة بينية على الترتيب. خلي بالك السؤال ده حلو، والله حلو، ركز بقى كده فيه. ليه حلو؟ علشان بيقول لك العمليات التي تتم على النواتج تنظيف الأفران. يعني أنا لما أنظف الأفران اللي بيطلع منه أنا بعمل له عمليات إيه؟ عشان أحصل على سبيكة بينية على الترتيب. خلي بالك قال لك على الترتيب، والله قال لك على الترتيب، ركز. طب ما اللي طلع من الافران فتافيت صغير، يبقى لازم البيتها. طب بعد ما لبيت اعمل عمليه اختزال، وبعد ما اعمل عمليه اختزال انتج الصلب. يبقى الاجابه رقم ج. سؤال كويس على فكره ده. 55 اضيفت قطعه من الخرسين الى حمض الكبريتيك المخفف، يعني الزد ان ضفناه على H2SO4 بس على السهم دايليشن مخفف، ثم أمر الغاز الناتج الزيت هيخش مكان الاتش، يبقى يطلع زائد NSO4 زائد الهيدروجين. هذا الغاز اللي هو الهيدروجين ثم أمر الغاز الناتج في 4 محاليل مختلفة مع توافر الشروط اللازمة للعمليات التالية. يعني غاز الهيدروجين ده عامل مختزل، حطيته في 4 انابيب، ايه اللي هيحصل بقى؟ العامل المختزل بيعمل ايه؟ والله بيحول الكثير الى قليل، يعني بيحول من ثلاثي لثنائي. وضحت؟ يلا نشوف الاجابه. ماشي، نقرا مع بعض. هحولني من 2 ل 3 غلط، من احادي لثنائي غلط، من ثلاثي لثنائي صح. يبقى الاجابه جي. الافران التي يتم فيها تحويل اكسيد الحديد الثلاثي الى سبيكة حديد وكربون على الترتيب 5 مرة بقول على الترتيب عشان الإجابة كلها واقفة على الكلمة دي. تكون ماشي. طب ما أنا عارف إن بيطلع لي حديد، وأنا عايز سبيكة حديد وكربون، يعني عايز صلب، عايز حديد صلب يعني. طب بنطلع الكلام ده منين؟ قال لك من الفرن المفتوح ثم فرن ماتريكس. غلط. المحول الاكسجيني ثم الفرن العالي. نركز هنا بقى، لازم نركز. ليه؟ لانه قال على الترتيب، يبقى غلط بقى. طب الفرن العالي ثم فرن ماتريكس، غلط برضه. ده للفرن العالي مظبوط، ثم الفرن المفتوح صح كده. وانا اخترت دي عشان جال على كلمة على الترتيب. ركز يا ابن خالي. تقول لي بيه ما تنفعش ليه؟ عشان ما قالش على الترتيب. لو ما كانش قال مش على الترتيب كنت اختار ب وده، لانه ما رتبش. لكن هنا قال على الترتيب. على الترتيب يبقى انا عايز فرن عالي قبل محول اكسجيني، او فرن عالي قبل فرن مفتوح. الفكرة كلها في كلمة على الترتيب. ماشي. أي من العمليات
التالية صحيحة للحصول على أكسيد حديد أحمر، يعني عايز يحصل على أكسيد الحديد الثلاثي. إيه اللي بالنسبة لنا صح؟ بص بقى، ألف بيقول لك تسخين الحديد في الهواء لدرجة الإحمرار لفترة صغيرة. طب أنا لما أسخن الحديد في الهواء بيديني مغناطيت، يبقى ألف غلط. باء إضافة حمض الكبريتيك المخفف إلى أكسيد حديد ثنائي ثم تسخين الناتج، تنفع دي. نكتب المعادلة معايا أهو. اف اي هضيفه مين بقى؟ لا ركز، ده قال لك أكسيد حديد ثنائي يعني اف اي او. هضيف الحمض الكبريتيك مخفف H2SO4 كان بيديك FeSO4 زائد الميه. قال لك ثم تسخين الناتج، يعني لما ده سخنته صح. FeSO4 ده لما كنت بسخنه كان بيطلع معايا Fe2O3 زائد SO2 زائد SO3 اهو الباشا، ده هو اكسيد حديد احمر. يبقى رقم ب اجابه صحيحه. رقم 58 المخطط التالي يوضح تفاعلات الحديد واكاسيده في الظروف المناسبه لها. ماشي بالراحه. قال لك الحديد لما حط عليه اوكزالات بحمض الاوكزاليك ده، خلي بالك شوف اللعب معاك هنا. CA2HO2O4 ده حمض اوكزاليك، هيتفك معاك لسي او وسي او يبقى ده 4 او و2 سي وهنا اتشين. لما كنت بحطه على الحديد كان الحديد بيخش مكان الاتشين، فبيديك هنا الملح ده اوكزالات حديد، صح كده يا مستر؟ يبقى الملح ده اوكزالات حديد. لما كنت بسخنه بمعزل عن الهواء نو اير كان بيديني اكسيد الحديد الثنائي. يبقى الايه اكسيد حديد ثنائي، الايه اكسيد حديد ثنائي، يبقى هستبعد الف وهستبعد د. ماشي. طب تعالى نمشي كده. الحديد ده لما كنت بحط له حمض كبريتيك مخفف، حديد بحط له حمض كبريتيك مخفف كان بيديني مين لو انت مركز؟ سهله، FeSO4 لسه كاتبها لك. الملح ده لما كنت بسخنه كان بيديك السي، السي ده اللي هو مين؟ لسه جايبينه الهيماتايت. يبقى انت يا صاحبي عايز في السي هيماتايت، السي هيماتايت، انت استبعدت ب وجيم، يبقى عايز السي هيماتايت. عفوا انا اسف، احنا استبعدنا الف واستبعدنا د، يبقى انت عايز السي تكون هيماتايت. طب البي هيماتايت والجيم ماجناتايت، يبقى استبعد برضو جيم. يبقى الاجابه باء. اتاكد اشوف رقم باء. رقم بي بقى فعلا لما كنت بجيب الهيماتايت واختزله من 250 كان بيديني بي اللي هو الماجناتايت، يبقى الاجابه باء هي الصح. سؤال كويس. 59 اكس وواي عنصران من السلسله الانتقاليه الاولى. اكسيد العنصر اكس عامل حفاز في تحضير الاكسجين، يبقى ده Mn منجنيز. العنصر واي يكون مع العنصر اكس سبيكه، حديد مع منجنيز كانوا بيعملوا سبيكه اللي كانت تستخدم في قضبان السكك الحديديه. ماشي. يبقى الواي ده حديد. استنتج الكاتايون الذي له اكبر عزم مغناطيسي في الاكاسيد التاليه. مديك X2O3 الاكس منجنيز يعني N2O3 يعني المنجنيز يفقد 3. طب المنجنيز لما يفقد 3 بيكون عنده 4 مفرد، والواي حديد لما يفقد 3، الحديد لما بيفقد 3 بيكون عنده 5 مفرد. يبقى والله الحديد هو الأكبر عزم. خلصت اللي هو الواو. ماشي. نخش بقى على السؤال المقالي. ماشي. السؤال المقالي ده بقى بيقول لك يا سيدي الناس، ركز معايا قوي فيه.
الرسم البياني يوضح العلاقة بين العزم المغناطيسي لبعض كتيبات السلسلة الانتقالية الأولى على الترتيب. ماشي. هنا عزم وهنا كتائن العنصر الانتقالي. بيقول لك الخواص المغناطيسية لكاتيونات الدي موجب 6 والبي موجب 6. طب انت عندك الدي هنا فقط 3. ماشي. والبي كان فقط 3 كان عزمه أكبر من الدي. والايه لما فقط 3 كان هو أكبر عزم. الايه موجب 3 لما فقد 3 كان هو أكبر عزم. حلو السؤال ده أوي أوي أوي. ركز بقى معايا واكتب كل كلمة هقول لك عليها بالله عليك. يلا بقى بص، هو بيقول لك عايز ايه في الخاصة المغناطيسية للكتايون دي لما يكون موجب 6 والبي موجب 6. طب انا هعرف ازاي الدي والبي موجب 6 لما اعرف الاول الدي مين والبي مين؟ خلي بالك هو مديك الرسمة دي على حسب الكاتيونات. يعني الدي لما فقد 3 كان العزم بتاعه هنا، والبي لما فقد 3 كان العزم بتاعه هنا اعلى شويه من ده. مين بقى اكبر عزم في حاله التنافس موجب 3؟ هو الحديد. يبقى الايه ده هو حديد. اللي قبل الحديد بقى مين؟ منجنيز. وبعد كده كروم. يبقى انا عرفت والله ان الدي ده كروم والبي ده منجنيز. انت بقى قول له الخواص بتاعت الكروم موجب 6 والمنجنيز موجب 6. سهل. هتقول له والله ان الدي ده، اكتب ورا الكلام اهو، الدي موجب 6 مادة ضاية مغناطيسية لا تحتوي على الكترونات مفردة في اوربيتالاتها. لكن البي موجب 6 مادة بارة لأنها تحتوي على إلكترون واحد مفرد في المستوى الفرعي 3 دي. حلو الكلام؟ ماشي. دي إجابة ألف أو واحد. بيقول لك الكاتايون نات التي تستخدم عناصرها في تقليل طاقة التنشيط. والله يا صاحبي الكاتايونات اللي انا بستخدمها عشان اقلل بيها طاقه التنشيط يعني بستخدمها كعامل حفاز. مين؟ معروفين، هو الحديد وخد عندك كمان النيكل. الحديد عندك انت اللي هو الايه والنيكل اللي هو الاي. بس كده ادي اجابه السؤال. وبكده يا سيدي الناس نكون خلصنا مع بعض حل أسئلة السنين اللي فاتت اللي هي من 2022 دور أول ودور تاني، 2023 التجريبي والدور الأول على الباب الأول. أدي أسئلة الامتحانات. يمكن الأسئلة بتاع السنة اللي فاتت هي اللي فيها أفكار شوية عشان فعلا كانت أسئلة محتاجة تركيز شوية. ماشي. الفيديو الجاي بقى هنحل برضو أسئلة الباب التاني. الباب التاني برضو زي كده من 2022 الدور الاول والدور الثاني، 2023 الدور الاول والدور الثاني. تمام تمام. تابعني عشان يوصلك كل الفيديوهات. ما تنساش بقى تدعمنا لان احنا بنتعب والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.